أهلا بيكم في استكشاف جديد لموضوع شيق. معانا النهاردة كتاب يعتبر يعني علامة فارقة في الإدارة Good to Great أو من جيد إلى عظيم، بتاع جيم كولينز. أهلا بيكي. فعلا كتاب مهم. الكتاب ده مش مجرد كلام نظري، لا ده بحث كبير قوي استمر 5 سنين. بيحاول يجاوب على سؤال كده يعني محير شوية. هو إزاي شركات معينة قدرت تتحول من مجرد شركة جيدة لشركة عظيمة بجد وبشكل مستمر؟ بالظبط. وإيه اللي فرق الشركات دي عن شركات تانية كانت زيها وبنفس الإمكانيات يمكن بس فضلت مكانها؟ أيوة، أو حتى وقعت. إيه السر؟ هم عملوا مقارنة منهجية، بصي، بين 11 شركة عملت القفزة دي وثبتت عليها، زي جيلات ويلز فارجو وكيمبرلي كلارك، تمام. وقارنوهم بمجموعة تانية شركات للمقارنة كانت ظروفها متشابهة بس يعني ما حققتش نفس النجاح ده. واللي فهمته إن نتائج البحث ده كانت مفاجأة، قلبت مفاهيم كتير جدا، خالف أفكار إدارية كتير كانت تعتبر مسلمات وقتها، وده يمكن سر قوته واستمراريته لغاية دلوقتي. طيب، نبدأ بأول فكرة صادمة دي، اللي هي قيادة المستوى الخامس. المفهوم ده لوحده غريب شوية، لأنه بيجمع حاجتين عكس بعض قوي: تواضع شخص شديد لدرجة إن القائد ده ممكن يبقى مش معروف خالص بره الشركة، وفي نفس الوقت إرادة مهنية جبارة، تصميم رهيب على تحقيق الهدف. بالظبط كده. والأهم كمان إن طموحهم ده كله بيكون عشان المؤسسة، عشان الشركة تنجح، مش عشان مجدوم الشخصي خالص. غريبة دي. والمثال اللي الكتاب بيضربه هنا واضح قوي: داروين سميث بتاع كيمبرلي كلارك، راجل يعني يوصفوه بالهادي المتواضع، والغريب إنه عارف إنه مريض بالسرطان بعد ما مسك المنصب بفترة بسيطة. ياه. ورغم كده خد قرار ما كانش سهل أبدا وقتها: باع مصانع الورق التقليدية اللي هي كانت أساس الشركة أصلا. انتحاري القرار ده يعتبر. ممكن يتقال عليه كده وقتها، وركز بالكامل على المنتجات الاستهلاكية زي كلينكس وهيجز. القرار ده يعني هو اللي بنى عظمة الشركة بعد كده العقود. ودي عكس الصورة النمطية للقائد النجم بقى والكاريزما وكده. تماما. ممكن نقارنه بقادة المستوى الرابع، اللي ممكن يبقوا نجوم فعلا ولامعين، بس ساعات تركيزهم على نفسهم أو غرورهم بيخلي المركب يغرق بعد ما يمشوا. لي أياكوكا في كرايسلر يعتبر مثال على ده أحيانا. فعلا نقطة التواضع مع القوة دي لافتة، وده يمكن يودينا للنقطة التانية اللي برضو بتكسر التفكير التقليدي: مبدأ مين الأول وبعدين إيه؟ أيوة، دي من أكتر الحاجات المفاجئة في البحث. يعني الطبيعي بنفكر في الاستراتيجية والخطة الأول وبعدين ندور على الناس اللي تنفذها، صح؟ هو ده الشائع، لكن الكتاب بيقول العكس تماما. الشركات اللي عملت القفزة دي بدأت الأول بمين؟ مين الناس الصح اللي هيبقوا معانا على المركب؟ جابوا الفريق الصح الأول، وبعدين الفريق ده كله مع بعض هو اللي بيقرر المركب ده رايح فين. إيه هي الاستراتيجية؟ الأولوية المطلقة للأشخاص المناسبين. مش أي أشخاص وخلاص يعني. لا طبعا، الأشخاص المناسبين. والمفاجأة الأكبر بقى إن البحث لقى إن حاجات زي نظام التعويضات والحوافز المالية الكبيرة للمديرين ما كانتش هي العامل الحاسم قوي. إزاي ده؟ يعني الفلوس مش مهمة؟ مش إنها مش مهمة، بس الأهم منها هو إنك تجيب الشخص الصح من الأول. الشخص ده بيبقى عنده دوافع داخلية أصلاً، بيعمل الشغل الصح لأنه مقتنع بيه، مش بس عشان الفلوس أو الحوافز. شركة زي نوكور للصلب كانت بتعمل كده. صحيح، قريت عنها. كانوا بيوظفوا ناس عندها أخلاقيات عمل قوية زي المزارعين مثلا، اللي متعودين على الشغل التقيل والالتزام. بالظبط. وبعدين يعلموهم صناعة الصلب، مش العكس: التركيز على الشخصية والانضباط قبل الخبرة التقنية نفسها. مش كده؟ أيوة، الهيدجهوك كونسبت. الفكرة ببساطة جاية من قصة القنفذ والثعلب. الثعلب عارف حيل كتير وبيعرف يعمل حاجات كتير، لكن القنفذ هو بيعرف يعمل حاجة واحدة بس ممتازة: يتكور ويحمي نفسه. طب والشركات دي إزاي بتلاقي فكرتها القنفذية دي؟ عن طريق إنها تجاوب بصدق وعمق شديد على 3 أسئلة متقاطعة مع بعض. 1، إيه الحاجة اللي فعلا نقدر نكون فيها الأفضل في العالم؟ مش مجرد كويسين، لأ، الأفضل عالميا. تمام. إيه اللي بيحرك المحرك الاقتصادي بتاعنا بشكل أساسي؟ يعني بنكسب إزاي؟ كويس قوي. وبنقيس نجاحنا المالي بإيه بالظبط؟ هل هو ربح لكل عميل؟ ربح لكل فرع؟ لازم يبقى في مقياس واضح. والتالت؟ إيه الحاجة اللي عندنا شغف حقيقي وعميق بيها كفريق وكمؤسسة؟ الحاجة اللي بنحب نعملها فعلا. نقطة التقاطع بقى بين ال3 دواير دول هي دي فكرة القنفذ بتاعت الشركة. زي مثال صيدليات والجرينز اللي في الكتاب، فهموا إنهم ممكن يبقوا الأفضل في العالم في حتة الصيدليات المريحة للعميل،
مع ربح عالي لكل زيارة عميل. بالظبط، مفهوم بسيط وواضح. ونفذوه بإصرار بقى، فضلوا يفتحوا فروع كتير جدا وقريبة من بعض عشان يزودوا عامل الراحة ده لأقصى درجة. الفكرة تبان بسيطة، بس الالتزام بيها هو اللي صعب. هو ده البساطة والوضوح والتركيز مع الانضباط الشديد في التنفيذ. وده بياخدنا لآخر نقطة مهمة قوي، عملية التحول نفسها بتحصل إزاي؟ الكتاب هنا بيستخدم تشبيه قوي جدا، الحذافة أو الفلاي ويل. ازاي الدولاب التقيل ده؟ التحول لعظمة ده مش بيحصل فجأة كده بضربة حظ، ولا ببرنامج تغيير ضخم ومعلن فجأة والناس كلها تعرف بيه مرة واحدة. بس ده اللي بنشوفه كتير في إعلانات الشركات، تغييرات جذرية ومبادرات جديدة ضخمة. وده بالظبط اللي الكتاب بيسميه عكس الحذافة، بيسميه حلقة الهلاك أو الدوم لوب. وده مصير الشركات اللي فشلت في إنها تعمل القفزة دي. حلقة الهلاك؟ أيوة، بيقعوا في دايرة مفرغة، كل شوية يطلقوا برنامج جديد، يغيروا الاتجاه كل شوية، يعملوا استحواذات مش مدروسة، يغيروا القيادات باستمرار. كل ده بيعمل إحباط وتشتت ومفيش أي زخم حقيقي بيتكون. عكس الحذافة بقى. عكس الحذافة تماما. مم. الحذافة دي عاملة زي دولاب تقيل قوي في الأول. مم. كل دفعة، كل خطوة صح بتاخدها في الاتجاه الصح مهما كانت صغيرة في الأول بتضيف للزخم، زقة ورا زقة ورا زقة، لغاية ما تبدأ تلف لوحدها أسرع. بالظبط. مم. مع الوقت والمثابرة والانضباط الحذافة دي بتبدأ تدور أسرع وأسرع لحد ما توصل لنقطة الانطلاق، مم. وساعتها بيبقى صعب توقفها. التحول الحقيقي بيبقى تراكمي وهادي في بدايته، مش حدث درامي صاخب. يعني مفيش خطوة سحرية واحدة أو لحظة تحول مبهرة الناس بتستناها؟ لا خالص. ممكن من بره للناس اللي بتراقب يبان إن التحول حصل فجأة، لكن من جوه الشركة الناس اللي عايشة الموضوع بيبقوا عارفين إن ده نتيجة مجهود مستمر ومنضبط في اتجاه واضح بقاله فترة طويلة. فالخلاصة من كل ده إن الموضوع مش صدفة ولا ظروف خارجية وخلاص؟ تماما. الخلاصة إن القفزة من جيد إلى عظيم ده اختيار واعي، قرار بيتطلب نوع معين من القيادة وفريق عمل صح وفهم عميق للشركة بتقدر تعمل إيه بجد وعندها شغف بإيه، وانضباط بقى، انضباط صارم في التنفيذ المستمر. الكتاب ده فعلا بيخلي الواحدة تفكر تاني في أفكار إدارية كتير كنا واخدينها كأنها يعني بديهيات. فكرة إن القائد لازم يكون كاريزماتي وصوته عالي، أو إن الاستراتيجية تيجي قبل الفريق، أو إن التغيير لازم يكون ضخم وصاخب. كل دي أفكار البحث ده بيحط عليها علامات استفهام كبيرة. بالظبط. وده يمكن يخلينا نسأل في الآخر، يا ترى إيه كمان من الحكمة الإدارية اللي بنسمعها كتير دي ممكن تكون محتاجة إعادة نظر وتدقيق بناء على النوع ده من الأبحاث العميقة اللي بتخش في التفاصيل بجد. سؤال مهم نفكر فيه.